شوف تصدق بالله انا بوحشني صوتك. انا بحس ان في حاجه ناقصه. يعني الاهلي يكسب تلاقيه مطلع بيان. ايه البيان بقى؟ استمرارا للمشهد العبثي. الزمالك اولا، خلي بالك الزمالك اولا دي وسيطرة العشوائية على القرارات المصيرية من منظومة اللعب. خلي بالك ان دلوقتي اتحاد الرابطة ورابطة اتحاد الكورة ورابطة الأندية اصلا بيقولوا في طراطيش كلام ان اصلا في خطاب وصل لنادي الزمالك بتأجيل الماتش، بس الزمالك رفض. يعني دلوقتي النادي الاهلي معتمد في هذا في حيثيات اللي هو بتاع ماتش القمه، تمام؟ كلنا فاكرين ده، لسه العقوبات لسه ما اتطبقتش لحد دلوقتي لان في لبخ، في لعب، في لعب. انا قلت النادي الاهلي مش هينسحب من الماتش ده او مش هيلعب الماتش ده الا اذا كان مسنود على ورق تقيل يودي الناس دي في 60 ده. طبعا بعد ما تم خصم 3 نقط من النادي الاهلي وقال لك خلاص مش هنخصم من النادي الاهلي 3 نقط تانيين، فالزمالك اعترض وبيراميدز اعترض ورجعوا خربطوا الدنيا تاني، فقال لك ايه خلاص نادي الزمالك مقدم استئناف وبتاع، فاحنا هنشوف الدنيا فيها ايه. فدلوقتي تقريبا في اصلا اتحاد الكره النهارده بعت للرابطه ان انتوا ما بعتولناش الورق الكافي اللي اعتمدت فيه، انت ليه ما خصمتش؟ ليه لم يتم خصم 3 نقط من النادي الاهلي بتوع اخر الموسم؟ فطلع بقى اشاعات، احب انا طرطيش الكلام دي قوي، قال لك ان اصلا في خطاب وصل لنادي الزمالك اللي هو ان احنا عايزين ناجل الماتش، بس الزمالك تعنت وصمم ان هو يروح يلعب الماتش، وعلى اساسه النادي الاهلي اصلا راح الماتش على اساس ان في حكام اجانب، الرابطه هتوفر حكام اجانب، وده اللي حصل. مش هنرجع نعيد الاحداث من اولها، لان انت لو رجعت تعيد الاحداث من اولها تاني هتلاقي فيه عبث، لان الاتحاد وزير الشباب والرياضه اتدخل في الموضوع وكان المفروض في حكام طقم سعودي بالفعل وصل مصر، وكان المفروض الماتش يتاجل 24 ساعه، بس الزمالك الننوس ما رضيش، قال لك انا حكام مصريين، بموت في الحكام المصريين، انا عايز حكام مصريين، اللي هو بيشتكي منهم بعد كده على فكره. يعني هو اصلا بيشتكي يعني اصلا الجمهور واقف ماتشين بسبب اصلا ان هو شتم الحكم في الماتش اللي فات، تمام؟ بتاع مش بتاع البنك الاهلي، الماتش اللي قبل منه بتاع المصري تقريبا، لما ناصر منسي جاب الجون وكان لمسه يد واتلغى. فان الزمالك بقى منزل البيان ده، انا اشم رائحه ان الزمالك هينسحب قدام بيراميدز. هو طبعا قال لك دلوقتي ما فيش حاجه هتنزل غير يوم 15. طبعا الاهلي كسب النهارده، والاهلي باذن الله كمان يكسب سيراميكا. خلي بالك احنا كده لسه لنا سيراميكا والبنك الاهلي وفاركو 3 ماتشات، تمام؟ قبل ما ان شاء الله تسافر بقى عشان تروح بقى كاس العالم للانديه بقى والشغل العالمي ده. دلوقتي الزمالك بقى عايز 3 نقط يتخصم. طب اصلا ال3 نقط لو اتخصموا من النادي الاهلي، انت لو جيت تبص اصلا مش هيأثر على الزمالك في حاجه. يعني اصلا البنك الاهلي بكره وبيراميدز والزمالك وسيراميكا ماتش صعب جدا. البنك الاهلي اصلا ممكن يعطل بيراميدز بكره، ممكن وارد جدا ان البنك الاهلي يتعادل مع بيراميدز بكره، لان البنك الاهلي اصلا انت النهارده اخرت المصري، فبقى عنده فرصه كبيره قوي ان هو يشارك في الكونفدراليه، تمام؟ فالبنك الاهلي ممكن يعطل بيراميدز بكره، والزمالك كمان ممكن يخسر او يتعادل قدام سيراميكا بكره، لان كابتن ايمن الرمادي لسه اول ماتش ليه وبتاع، ولسه بقى بيشوف الدنيا واللعيبه، وطبعا الزمالك سكواده ناقص كذا 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 لاعب. معرفش ايه اللي هيحصل في ماتش سيراميكا والزمالك بكره، انا ماليش دعوه، بتكلم عن نفسي دلوقتي. دلوقتي النادي الاهلي لو تم خصم منه 3 نقط يبقى كده الدوري راح لبيراميدز، تمام؟ الزمالك دلوقتي غالبا بعد البيان ده بيفكر في الانسحاب، تمام؟ لان الموسم الماضي طبعا لما الزمالك اتخصم منه 3 نقط و3 نقط اخر الموسم والكلام ده كله، كان اصلا كان وقائع غير الوقائع اللي احنا فيها السنه دي، كان الواقعتين مش شبه بعض، الواقعتين مش شبه بعض. الاهلي طلب حكام اجانب، الرابطه واتحاد الكوره ما قدروش يجيبوا حكام اجانب، فالاهلي معتمد على حاجه قويه. انا مش هلعب الماتشات، انت قلت ان ماتش بيراميدز وماتش الزمالك هيتلعبوا بحكام اجانب، انت ليه جبت له حكام مصريين في ماتش الزمالك؟ فعموما لسه فيها كده كلام. انا يعني انا اشك ان لو في فعلا طرطيش كلام ان في خطاب فعلا وصل لنادي الزمالك ان هم ياجلوا الماتش ونادي الزمالك صمم ان هو يلعب الماتش، الكلام هيبقى فيه كلام تاني، يعني مش هيبقى على قد ان خصم 3 نقط والكلام ده، لا انا اشك ان ماتش الاهلي والزمالك يتعاد. ده احساس من داخلي انا. بس بعيدا عن كل ده، يعني البيان بيان حلو جدا، بيان حلو جدا. هم عايزين القرار النهائي قبل يوم 13 مايو. اشمعنى بقى؟ هتفرق ايه 13 من 15 بقى يا جماعه؟ والنبي حد عشان ماتش الزمالك وبيراميدز. يا ولاد اللعيبه، يا ولاد اللعيبه، والله العظيم قسما بالله اللي كاتب ده ميدو، اللي كاتب البيان ده، ميدو اللي كاتب البيان ده صح؟ غالبا يعني كان مصح، كان مفوق وهو بيكتب البيان ده. ما علينا، احنا بنطالب بالعداله ايا كان تحقيق العداله. الاهلي لحد دلوقتي بيكسب الحمد لله. مستنيين نتائج الماتشات بكره او نتائج ماتش بيراميدز بالذات، ان شاء الله باذن الله بيراميدز يتعثر بكره ونفضل احنا مكملين في الصداره، وايا كان القرار اللي هيطلع من اتحاد الكره والرابطه، يعني احنا عايزين العداله في الاول وفي الاخر، وعشان نادي الزمالك اكبر قلعه رياضيه في مصر.